السلام عليكم اخوان والاخوات، تحياتي لكم ومرحبا بكم. المهم غندوز للقصه نيشان بلا ما نطول عليكم. القصه ديالنا اليوم مخالفه بتاتا، وكاين اللي غادي يقول يعني ان هذا الشخص مريض نفساني، كاين اللي غايقول ان هذا الشخص يعني عنده اضطرابات نفسيه او لا شي حاجه من هذا المنوال. كاين اللي غيسبني، كاين اللي غادي يقول فيا شي حوايج، ولكن هادشي الاخوان انا راه ماشي لخاطري وما نكذبش عليكم. جيت باش نبارطاجي معكم الاخوان القصه ديالي وهادشي اللي مازال كنعاني معاه ليومنا هذا. انا بغيتكم الاخوان فقط تعطوني الاراء ديالكم وتحاولوا انكم تنصحوني. يعني هاد القصه هادي بغيت نديرها الاخوان كقصه معبره للشاب اللي حكاها لي الاخوان. يعني غنحكي باللسان ديالو باش غتدخلوا في اطوار يعني القصه نيسان الاخوان. المهم غادي نعطي الاسماء بطبيعه الحال، يعني اسماء وهميه باش ما نقيسوش الخصوصيه ديال الشخص الاخر بطبيعه الحال. المهم انا الاسم ديالي ياسين. كنعاني من واحد العاده اللي بزاف ديال الشباب ربما كيعانيو منها، العاده السريه. انا هاد العاده هادي صراحه ما كنتش كنديرها لواحد الفتره اللي طويله من الصغر ديالي صراحه. يعني كنشوف دراري كيمارسوا هاد العاده، ولكن انايا صراحه ما كانش داخله ليا للراس ديالي. يعني كنت تابعه في قرايتي، تابعه في الامور ديالي الشخصيه ملي كنت صغير. ولكن الاخوان من سنه 2015 وانا كنحاول يعني كندير هاد العاده هادي. تخيلوا معايا من 2015 تقريبا كل يوم او كل يومين يعني كندير هاد العاده هادي. هاد العاده دي صراحه خرجت عليا وخرجت لي على حياتي، وكنحس باضطرابات نفسيه، وكنحس بالصحه ديالي يعني منهكه ديال بصح. كنحس بحال هاز شي جبال على كتافي وما قدرش انني نحيدهم. دائما كنحس بالراس ديالي مريض، كنحس بالصحه ديالي مرخيه، كنحس بالعيا وبالارهاق. انا عارف ان هادشي كامل سبب هاد العاده الموسخه، ولكن انا راه ماشي باليد ديالي. صراحه ما بقيتش عارف. ربما كنقول نمشي عند فقيه، ربما كنقول انني مسحور، ربما كنقول شي امور اللي ربما تقدر تكون صحيحه فريمون، وربما اللي تقدر ما تكونش صحيحه. انا جيت نبارطاجي معكم يعني هاد القصه هادي البسيطه باش الاخوان انكم تحاولوا تساعدوني. هاد العاده هادي كنعاني منها ليومنا هذا. حنا مازال في سنة 2024 ومازال كنعاني من هاد العادة هادي. ما كاينش النهار اللي ما يمكنش انني ندخل مواقع اباحية غير باش نشوف وباش انني يعني نمارس هذيك العادة الموسخة. صراحة أنا الإخوان بغيتكم تنصحوني وتعطوني شي نصيحة من عندكم. تخيلوا معي الإخوان من 2015 وأنا كنمارس هاد العادة. خفت أن هاد العادة هادي تأثر لي على صحتي وتأثر لي على الحياة ديالي بصفة عامة، تأثر لي على الدراسة ديالي وتأثر لي على الحياة الزوجية ديالي. نبغي نتزوج ونلقى شي مشاكل مع الزوجة ديالي أو نلقى مشاكل يعني في الحياة الخاصة ديالي. المهم الإخوان هادشي اللي كاين عندي في هاد القصة هادي جيت نعاودو لكم، ولكن أنا غادي نعاود لكم كيفاش بدات معايا هاد القصة. يعني سنة 2015 بالذات كنت تعرفت على واحد الشخص، واحد الشاب يعني بدون ذكر الأسماء. المهم تعرفت عليه، وهذا الشاب هذا كان مبلي بشي حاجه سميتها البنات، يعني دائما مع البنات. ولكن انا العكس ديالو، ما عنديش مع البنات. يعني ماشي ما عنديش معاهم، وانما يعني حشومي بهذا المعنى، يعني كنحشم وما كنقدرش نهضر مع البنات. لدرجه ان دائما كيجي كيبقى يعاود ليا كيقول لي انايا راني شديت مع فلانتا وشديت مع هادي ودرت مع هادي ونعست مع هادي. وغير مؤخرا مشيت مع السيده للدار ديالهم وطحت انا وياه ونط بيناتنا داكشي. المهم الاخوان راكم عارفين الساكسه معلم. ولكن الاخوان صراحه ما نكذبش عليكم، انا دائما فوق ما كنسمع داكشي بحال شي حاجه كتقيسني في الخاطر ديالي، كتقيسني في القلب ديالي. كنبقى نقول مع راسي علاش انه هو يعني عنده مع بنات وكيمشي وكيقدر يهضر مع هادي ويدير مع هادي، وانا يلا علاش انايا كنخاف؟ علاش بزاف ديال التساؤلات وبزاف ديال الامور كيطرحوا في الراس ديالي. ولكن المهم بقيت كنهضر انا والدري صاحبي، وحتى الدري صاحبي مبلي بهاد العاده هادي، واخا يعني مع البنات وداكشي. ولكن يعني راكم عارفين كيبقى يهضر واتساب مسائل ومع البنات، وكيبقى يصيفطوا ليه التصاور ديالهم بطبيعه الحال عريانين الاخوان اي.
وحتى انايا ما كنتش من العاكزين صراحه، بقيت كندخل المواقع الاباحيه يعني بدون خجل الاخوان، انا كنقول لكم وقلبي محروق. كندخل مواقع اباحيه وكنتفرج، وبقيت كنحس يعني بالنشوه، وكنحس باللذة ديال داكشي اللي كنتفرج فيه، لدرجة انني دائما يعني كل نهار خاصني نتفرج ليومنا هذا من سنة 2015 وانا كنعاني من هاد المصيبة هذه. وصراحة ما كرهتش انها تحيد مني وما نبقاش نديرها، لانها خرجت لي على صحتي وخرجت لي على حياتي، لدرجة انني ما بقيتش كنركز في العمل ديالي، ما بقيتش كنركز في الدراسة ديالي، ما بقيتش دائما يعني ساهي، دائما كنخرج مرفوع، دائما كنحس بواحد التعب وبواحد الارهاق في الصحة ديالي. الا عنده شي حل الله يرحم لكم الوالدين، الى ما تعطيوني الحل للمشكلة ديالي. واش خصني طبيب نفساني نمشي عنده؟ واش خصني طراقي نقلب عليه؟ واش خصني ربما تقدر تقولوا لي اي حاجه تخطر على البال ديالكم انا نقدر نمشي نديرها غير باش نحيد عليا هاد العاده الموسخه، واللي ما كنصحش بها اي واحد. هاد العاده هادي تقدر تخرج عليكم، تقدر تخرج لكم من الحياه الواقعيه ديالكم، وترد لكم الحياه ديالكم من حياه سعيده لحياه تعيسه بمعنى الكلمه. هاد العاده ديال الاخوان راه ما ننصحكمش بها بتاتا، غتلقاو مشاكل في الحياه الزوجيه ديالكم وانتم مقبلين على الزواج، وهادشي بالاخص للشباب، الشباب مقبلين على الزواج يعني غتلقاو مشاكل مع الزوجات ديالكم. نتمنى ان القصه تكون يعني مؤثره، ما بغيتش نقول لكم نال الاعجاب ديالكم، وانما تكون مؤثره وتعطيو لهذا الشاب هذا نصيحه فقط باش انه يقدر يبعد على هذه العاده هذه. يعني اي واحد اعطاه ولو كلمه زوينه، بالعكس ما بغيتكمش انا تنمروا ولا شي حاجه، ولكن لا بغيتكم تعطيوه شي حاجه باش يقدر يقطع هذه العاده هذه. لاننا في هذا المجتمع ده حاليا وصلنا لواحد الامور اللي صراحه ما نكذبش عليكم كتضر في الخاطر، والشباب راه ماشي بخاطرهم كيديروا هاد الامور هادي، لان كثرة الزنا، كثرة الفحشاء، كثرة البغضاء، كثروا بزاف ديال الامور في الحياه ديالنا. لهذا الله يهدينا والله يتوب علينا. هادشي اللي غادي نقول لكم الاخوان، ولهنا غادي تنتهي القصه ديال هذا الشاب هذا. نتمنى انكم تعطيوه شي امور اللي يقدر انه يديرهم، او شي علاج اللي يقدر انه يديره، او شي حاجه اللي يقدر انه يديرها باش يبعد على هاد العاده هادي. تهلاو ليا فراسكم اخوتي، شكرا لكم بزاف على الانصات ديالكم، وحدكم انكم وصلتوا حتى لهنايا. فقط ديروا واحد اللايك، واحد الكومنتير يكون محفز، وعطوا شي دعيوه لهاد السيد هذا، او شي نصيحه لهاد السيد هذا باش يقلع او باش يحيد من هاد العاده هادي. بيس ليكم، تهلا.